راجعة من شغلك جعانة ومش لاقية أي أكل تاكليه في البيت ومستعجلة وعايزة تعملي أي حاجة سريعة، تعالي أقولك تعملي إيه. زي ما انت شايفة كده هنجيب عرض فريش، موزاريلا فريش زي ما انت شايفة كده. العرض ده بيبقى شامل الجبن، ميكس الجبن كله اللي هو الشيدر والميكس، ميكس موتزاريلا، وعندي موتزاريلا نفسها، وعندي ورق الجلاش. هنعمل ايه؟ تعالى نشوف هنعمل ايه. سمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. حطوا لايك للفيديو كده وصلوا على النبي في التعليقات. تعالى نشوف هنعمل ايه. العرض ده 99 جنيه، يعني ببلاش، يعتبر ببلاش. هتعملي أكلة أو هتعملي كام فطيرة كده ببلاش. تعالي نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنا جبت بولة زي ما انتوا شايفين، وفضيت شوية من الجبن على قد عدد الأفراد اللي أنا هعملها. والفطيرة اللي أنا هعملها دي هتكفي شخص، يعني ما شاء الله يعني. فطيرة مليانة، مش من الحاجة اللي احنا بنجيبها من بره بفلوس كتير وتبقى فاضية من جوه. عندي 4 قطع لانشون كده قطعتهم، وعندي قرنين فلفل، و4 طماطميات بالشكل ده بس. مش هحط اي حاجة تاني غير قطع الجبنة بطعم الزيتون، علشان انا ما عنديش زيتون فحطيت قطع الجبنة بطعم الزيتون تديني طعم الزيتون كده. ههرسها بقى مع الخليط ده بالشكل ده كده، ودي الحشوة اللي عندي. ايا كان عندك الحشوة بقى ممكن تحطيها. انا عندي اللي ضفته من البيت، عندي طماطمتين على قرنين فلفل كده، وقطعتين لانشون من بتاع سندوتشات الولاد، وبعد كده قطع الجبنه بطعم الزيتون. تمام كده. عندك زيتون حطي، والغي الجبنه خالص، الجبنه البيضه. ورقه الجلاش اللي هي طبعا جايه على العرض بتاع الموتزاريلا فريش اللي انتوا شايفينه. الورقه دي هتعمل لي 7 فطاير حلوين. تمام كده. الورقه دي كانت في الفريزر. طبعا انا جيت من بره عملت لنفسي كوبايه شاي بلبن كده لحد ما اعمل لي غدوه سريعه وسهله كده. ورقه الجلاش دي كانت معموله محطوطه في الفريزر، وطلعتها مع العرض زي ما انتم شايفين كده. تريت ردت كده طلعت طريه معايا، يعني ولا متقطعه ولا اي حاجه. انا هنا حطيت معلقتين سمنه سيحتهم، وهبتدي احشي الفطاير بتاعتي بالشكل ده. حطي بقى الحشوه اللي يعني اللي انت بتحبيها، خفيفه تقيله براحتك. انا بحب الفطيره مليانه كده عشان تشبع. ادي دهنه بسيطه كده من السمنه بالشكل ده، واقفل من الجنبين بالشكل ده. وادي الفطيره الاولانيه خلصت، ولا بقى عجنت ولا فردت ولا بهدلت الدنيا ولا اي حاجه. واي ما عندكيش ورقه الجلاش دي ممكن تعملي اي ورقه جلاش تانية، مش شرط تجيبي العرض ده خالص. ممكن تجيبي ورقه جلاش من بره وتعملي نفس الخلطه دي كده اي يعني منتج من بره. مش لازم المنتج ده، ما بعملش اعلان على فكره ولا اي حاجه. انا العرض ده كنت جايباه وقلت اوريهولكوا عشان اللي عايز مثلا حاجه توفير. يعني 99 جنيه باقل من تمن فطيره من بره او من تمن بيتزا من بره. تمام كده. ده عندي تعالى كده بالشكل ده. وكده خلصت اول فطيره معايا. اول فطيره دي ولا تاني فطيره عشان ما خدتش بالي بس. ادي كده الفطيره التانية خلصت ولا الاولى. وهعمل كده لحد ما اخلص ورقه الجلاش كلها. تمام كده. عايزه تعملي اكتر من 7، هتجيبي اللي هو الكيلو الجلاش اللي هو عند بتاع الفطير ده من بره، وتعملي نفس الوصفه تديكي عدد فطاير اكتر. تمام. عايزه تعمليها على شكل فطيره كده كبيره، يعني في صينيه مدوره زي الفطير المشلتت كده، برضو مفيش مشكله خالص. رصي الورق الجلاش خالص. انا عامله كده يعني الفطاير دي كده على كل واحد واحده، من غير بقى ما اقطع وبهدل الدنيا ولا اي حاجه. عايزه تعمليها على شكل الفطيره العاديه بتاعه البيتزاية او الفطيره الشرقي زي اللي بنجيبها من بره المدوره، مفيش مشكله خالص. انا حبيت اعمل اخر فطيره زي ما انتوا شايفه كده، اعملها على شكل ايه، رغيف شاورما. تمام كده. حبيت اعمل دي واعمل دي، يعني بوريكي دي او دي، سواء دي او دي هتكفي اللي هياكلها ما شاء الله. بصوا سوا يعني 7 فطاير حلوين يعني. والله انا ما قدرتش اكمل واحده. تمام كده. بصوا ما شاء الله، ربع ساعه في الفرن وطلعت بالجمال ده. بس مش عايزه اي حاجه تاني. حابه تاكلي جنبها كيس شيبسي كده، وتحط شيبسي او دي مش هتستحمل البطاطس دي، يعني دي ما شاء الله الفطيره تقيله، فمش عايزه بطاطس محمره. لو كيس شيبسي من بره براحتك. عايز تاكليها برضو مفيش مشكله. فطيره طريه معاكي وسهله، وبصوا زي ما شاء الله هشه مقرمشه من بره وطريه من جوه، والحشوه تجنن. حاجه لذيذه وخفيفه وفي نفس الوقت مشبعه جدا. والله ما خدت وقت خالص في وقفه المطبخ.
يعني الموضوع كله ما خدش معايا 10 دقايق. في راس الفطاير دخلتها الفرن وقعدت واستنيت لما خلصت وطلعتها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك مولعه جدا، انا لسه يعني ما استنيتش والله تهدى. والله اول ما طلع الصاج زي ما انتم شفتوا كده شيلته على طول في الاطباق زي ما انتم شايفين، ماسكاها لكم بصوا نور. عايزه اقول لكم ريحه رهيبه. بصوا القعر عامل ازاي، اكنك عجينه فطير مورقاها كده وفرده وعجنه كده. بصوا ما شاء الله حاجه لذيذه. عايزه اقول لك معلقتين سمنه بس، ما كترش عن كده. ما عندكيش سمنه حطي زيت. بصوا ببسط لك الامور خالص، ولا حطينا لبن ولا حطينا بيض ولا اي حاجه. وزي ما قلت لك عايزاها تعمليها في صينيه كبيره برضو مفيش مشكله، عايزه تعملي في صاج كبير برضو مفيش مشكله، هتقطعيها برضو وتبقى قطع برضو مفيش مشكله خالص. بس انا زي ما قلت لك كده حبيت اريح دماغي وادي كل واحد الفطيره بتاعته، يعني يتصرف فيها زي ما هو عايز بقى، ياكلها وقت ما هو يحب. عايزه اقول لك لذيذه وخفيفه ومشبعه جدا، والله ما مش مكلفه ولا اي حاجه. هي اللي انتوا شفتوه ده بس كده. العرض ده زي ما قلت لكم انا جايباه بقاله فتره، موجوده عندي في الفريزر زيادة عن 10 ايام جايباه والله. ف حبيت اقول لكم بس اللي في حاجات بتبقى ابسط بكتير من تشتري من بره وتكلفي نفسك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يعجبكم وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.